السلام عليكم احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا ربي. ونتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في ان شاء الله يا ربي في احسن الاحوال، وتكونوا في صحة جيدة، والله يشافي كل مرض يا ربي امين، والله يسهل على الجميع، واللي فنيتو شي حاجه يا ربي امين يحققها ليه. غير توكل على الله سبحانه وتعالى، واللي بغى يطلب الله سبحانه وتعالى وبسم الله، وغادي تتحقق له ان شاء الله يا ربي اي حاجه بغاها في حياته. هذا ما كان اخوتي، ما تنسونيش ان شاء الله يا ربي فاش تشوفوا الفيديو ديالي، ما تنسونيش الكبيتات ديالي اخوتي خواتاتي بكومونتير زوين وبارطاج ان شاء الله يا ربي باش يوصل هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي لاعلى نسبة مشاهدة بكم ان شاء الله يا ربي. علاش لا؟ الله يسهل على الجميع. اليوم اخوتي غادي نصايبوا المسمن او الرغايف بالطريقة الوزانية، بالطريقة الجبلية من عند اختكم جليلة ان شاء الله يا ربي. كنتمنى هاد الطريقة تنال الاعجاب ديالكم. هاد الطريقة الصراحة تعلمتها من عند الوالدة ديالي الله يخليها ليا، والله يخلي لجميع المسلمين والديهم. هنا خوتي المقادير كنت صورت لكم الفيديو ولكن تقطع ليا. خلطت الطحين مع الفينو مع شويه ديال المليحه والماء دافيه خوتي باش نخلطو ان شاء الله يا ربي. بسم الله على بركه الله. هانتوما كتشوفوا كنضيفوا الماء شويه بشويه حتى كنبداو نجمعوا الخليط ديالنا. والماء دافي يا خوتي، نتوما عارفين الرغايف ضروري خاصهم الماء دافي، وعاد دابا الحال بارد يعني ضروري خاص الماء دافي. انا خوتي جالسه كنخلط الخليط، خلط قبلوا عليا، قبلوا على اختكم جليله الجبليه. هذه هي الطريقه ديالي خوتي. وانا عارفه كلكم كتعرفوا تصايبوا الرغايف، كلكم ما شاء الله ما شاء الله عليكم حدقات كلكم. من هذا كيتعلم من هذا، حنا غير كنكملوا بعضياتنا وصافي. وانا غير كنشارك معكم اخوتي الطريقه ديالي، وغنعطيكم واحد السر من اسرار اللي كينجحوا ان شاء الله يا ربي بالنسبه للمبتدئات. غيتبعوا ديك الطريقه ان شاء الله يا ربي، وغادي ينجح معاهم المسمن ديالهم ان شاء الله بحول الله. هانتوما كتشوفوا اخوتي كنجمع العجينه خوتي راكم عارفين ديال المسمن كتحتاج دليك مزيان، يعني خاص دليك بحال الخبز، يعني دلك يعني كتدلك العجينه كتدلك حتى كتسمع بقات كتطرطق. هذيك هي العجينه اللي كتحمر الصراحه الوجه، كطيبي بها وانتينا مرتاحه. غير اختي دلكيها في الاول وما تخافيش منها. انا قلت ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه خوتي. نتوما كتشوفوا هنا كنزيد مره كنزيد شويه د الماء حيت العجينه كانت عندي قاصحه، حتى كنحس بالعجينه ديالي رطابت مزيان، وانا كندلك وهي كترطب وانا كندلك اخوتي كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للمبتدئات اخوتي غير تبعوا الطريقه، ونوض اختي الكوزينه وحيدي عليك من العجز، ونوض وجدي ليا المسمنات لوليداتك ولا لراجلك ولا لوالديك، والله يسهل على كلشي. هنا درت المنديل اخوتي تحت القصعه باش ما كتزلقش ليا. انا كنفضل الرغايف نديرهم في هذا البانيو هذا ديال الالومنيوم حيتاش غرق شويه. بالنسبه للقصعه ما غاديش تهز ليا كلشي. ها انا خوتي من بعد ما جمعت العجينه ديالي ومن بعد ما دلكتها دهنت يدي غير شويه بالزيت وحيدتها كنتوما كتشوفوا ما كتلصقش كاع العجينه، واخا خليتها خفيفه ما كتلصقش. وغادي نشد شي بلاستيكه وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد واش غنقول لكم، يعني هي ما فيهاش الخميره. شحال ما خليتيها شحال ما كان مزيان. وغطيها اختي وخليها حتى ديري شغلك رجعي كوريها. هانتوما كتشوفوا غطيتها وهنا رجعت معكم اخوتي من بعد ما طرحت ليا العجينه ديالي. هي طلقات ليا حيد البلاستيكه كما كتشوفوا نتوما. ها هي العجينه دابا واجده باش نخدم بها. وهنا كنبقى نشكل الكويرات اخوتي. نتوما الشكل اللي بغيتو كويرات صغيورين بغيتو رغايف كبارين على حسب كل وحده شنو كتعجبها. انا خوتي ما عنديش المقله كبير،
يعني موين. انا غادي نوريه لكم فاش كنكون نطيب، ما عنديش المقله كبير، دونك غادي ندير الكويرات موين، يعني غادي ندير مازال غندير وحده فوحده. ها نتوما كتشوفوا خوتي غادي نكور العجين ديالي، كورو كامل كويورات كويورات. نتوما كتشوفوا معايا، نوريكم الطريقه البنات كامله باش اللي ما كتعرفش ولا اللي غتجربهم اول مره. وانا عارفه يعني تبارك الله ما شاء الله عليكم حادقين. انا كنهضر اخوتي مع ديك الناس المبتدئين اللي باغيين يجربوا. انا بيدي يلاه ماشي بزاف باش تعلمته. كنت كنشريهم من الزنقه، نكذب عليكم وما غاديش ما الا كذبت عليكم ما غاديش نستافد حتى شي حاجه، وما غاديش ندير زوين مع سيدي ربي. يعني انا كنقول لكم داكشي اللي عندي، ما كنزيد ما كنقص. انا بيدي ما كنتش كنعرف، يلاه تعلمت وحتى انا وليت كنديرهم لوليداتي، ما بقيتش كنشريهم من الزنقه. وهذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى ان المراه توجد لوليداتها داكشي اللي قدت عليه وبيدها، ماشي مشريين من الزنقه. ها نتوما خوتي هنايا شكلت العجينه ديالي كامله، وغادي نغطيها خوتي ونخليها عاوتاني واحد 4 ساعة ولا 20 دقيقه على ما قديتي اختي. المهم الوقت في يدك صافي. وواحد شويه عاوتاني ونبداو نخدموا الرغيفات ديالنا. بقاو معايا هنا خوتي، ها هما الكويورات ديالنا واجدين باش نطلقوهم. انا خوتي كنخدم الرغايف فوق بوطاجي. كاينه اللي كتخدمو في القصعه الا كانت عندها القصعه كبيره، ولا انا القصعه ديالي ماشي كبيره بزاف، فهمتوني. كنخدمهم فوق باش صراحه كناخذ راحتي فوق البوطاجي، كنخدمهم مزيان ودغيا كنسالي. هانتوما كتشوفوا اخوتي كنطلقها معاكم العجينه. انا قلت لكم اخوتي كل ما درتو الطحين جوده ممتازه غادي تعطيكم العجينه مزيانه، وغادي تحكموا فيها كيف ما بغيتو، ما غتخيبكمش ان شاء الله يا ربي. واخا يتقطع لكم واحد شويه معليش، يعني الدنيا هانيه. المهم العجينه عندك مدلوكه، هذه هي اهم حاجه. هنايا خوتي عندي الزبده مذوبه مع الزيت، وهنايا عندي الزيت باش نطلق بها. وانا غنقول لكم المكون الخطير اللي غادي يزق لكم به الرغايف هو هذاك اخوتي. عندي الفينو مخلط مع معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الزرع، دقيق ديال القمح، ونص خماره حمراء. هاد الخليط اخوتي جربوه في الرغايف ديالكم وردوا عليا، كيجي خطير في الرغايف وكيجيو مرقين غزالين، كيجيو مفشفشين. فاش كتكوني اختي كطيبيهم في المقله تبارك الله ما شاء الله كيتنفخوا. وهذا هو السر ديالي اللي كينجحوا لي به الرغايف. انا خوتي ما بخلش عليكم به، كيف ما وراوه ليا حتى انا وريته لكم. كنتمنى تجربوه ان شاء الله يا ربي. وهنايا غادي نكملوا الطريقه كيف ما درت الطريقه الاولانيه، غادي نتبع بها الرغيفات ديالي كاملين. هذا ما كان اخوتي، وانا شاركت معكم اخوتي من الطريقه من الاول حتى الاخر. هذا الشيء ما كان. ها نتوما كتشوفوا كنوريكم كل وحده صايبتها كيفاش كتجي. هنا من بعد ما كملت النص الاولاني ربعته كامل، ودابا هنايا غادي نبقى نطلق النص الثاني وندير وحده فوحده. ما عرفتش اخوتي الطريقه ديالكم نتوما كيفاش دايره. المهم انا كندير وحده فوحده، كاين اللي كدير غير وحده على حسب كل وحده والطريقه ديالها. وتتشاركوا معايا خوتي الطريقه ديالكم نتوما كيفاش كديروها، واش كديروا بحال الطريقه ديالي ولا كديروا كديروا غير وحده. والصراحه انا كيعجبوني المسمن اخوتي داك اللي كيجيو مدورين هادوك. المره الجايه ان شاء الله يا ربي نشارك معاكم كيجيو زويونين. ها نتوما اخوتي كيفاش كيجيو. نصايب عاوتاني نرجعهم في الكسعه، كنغطيهم حتى كنبغي نخدمهم. نشوف معكم نوريكم الثانيه. قبلوا عليا خوتي، قبلوا على الطريقه ديالي. مازال اختكم مبتدئه في القناه ومازال خصها بزاف د الحوايج، مازال ان شاء الله يا ربي. خاصني نتوما عارفين خاصني
باش نصور باش اللي عاوني على التصوير، حيت هادشي اخوتي ماشي ساهل، فريمون ماشي ساهل. تحية كبيرة للناس اللي عندهم القناة والله، حيتاش هادشي ماشي ساهل. كنت كنقول انا فيديو ساهل غتصور عاد هذا، ولكن اخوتي راه هادشي ماشي ساهل. ها نتوما كتشوفوا الثانية راني صايبتها معاكم، وغنزيد معاكم حتى الثالثة اخوتي، راكم باش تعرفكم راكم عزازين عليا. كنوريكم الطريقة ونعاود نوريكم الطريقة، باش اللي مازال عاد جربهم اول مرة ما تقولش غير طريقة واحدة صافي، غير مرة واحدة راه صافي راه ودازت طيبات. لا، راه وراتنا الطريقة الاولى، وراتنا الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة، هكا ان شاء الله يا ربي باش تكونوا فاهمين الطريقة مزيان. ها نتوما خوتي بقاو معايا ان شاء الله يا ربي حتى نوجدوهم مع بعضياتنا. نتوما كتشوفوا اللي صاوبتها كنحطها في، انا البنات حتى كنصايبهم كاملين عاد كنبدا نطيب باش ما كنبقاش هكا وهكا. نتوما كتشوفوا كنطلع على الكاميرا كنشوفها واش كتصور ولا ما كتصورش. يا الله يا الله. واخيرا اللوجينه سكتات. الصراحه خوتي اليوم ما عرفت مالها ما خلاتنيش كاع نشقى نهار كامل، واخا كنرضعها كتبكي كنرضعها وكنحطها كتنوض تبكي. يمكن كان فيها شي وجاع ما نعرف. والله خوتي الوليدات الصغار ما كتعرفيش شنو عندهم. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. هنا خوتي راني شعلت على المقله، نتوما كتشوفوا راه كتبان لكم العافيه لتحت، شعلت عليه سخان مزيان، وراه عندي وحده تما كطيب. انا غادي نهزها ونشارك معكم الثانيه. هادشي اللي كاين اخوتي. والحمد لله على نعمه الله سبحانه وتعالى. هانتوما كتشوفوا اخوتي ملي كنطلقهم بالزيت العاديه هذيك اللي وريتكم، وفاش كنطلقها كنرش هذاك الخليط وكندير الزيت اللي مخلطه في بالزبده، كنرشها عاد كنرش هذاك الخليط باش كتجي مرمله من الداخل. هانتوما اخوتي الكسيعه ديالي الصغيره. عندي وحده كبيره وحده صغيره. هذيك الصغيره الصراحه فاش كندير المسمن كنحطهم فيها، اولا فاش كندير هكا شي حاجه كنكونوا غير انا وراجلي المهم داك الكسعه الصراحه عزيزه عليا. ها نتوما خوتي شفتوا طلقها نتوما ملي طيبتها، وهذه الطريقه نوريكم عاوتاني الثانيه. انا غنحطها معكم فوق البوطه. ها نتوما قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. هنا خوتي ما وريتكمش واحد المرحله درت جوج ديال المقاله. عندي جوج ديال المقاله باش نسرب دغيا. انا قلت لكم بنتي كتبريضه وكانت كتبكي. درت جوج المقاله باش نسرب دغيا، حيتاش كنبقى واقفه مع البوطه بزاف وخاصني يدي فيهم الزيت، خاصني اللي يشد لي بنتي. دونك عملت جوج ديال المقاله باش ساليت دغيا. انا ما صورتش معكم الطريقه، ما صورتش معكم اللقطه زعما ديال جوج ديال المقاله وصافي. هذا ما كان اخوتي. هاكا ماما هاك نتوما كتشوفوا كطيب. ديك اللعيبه الصراحه كتعجبني نطيب بها الرغايب باش ما كنحرقش يدي، كتجيني ساهله الصراحه. اي وحده دابا راه عندها هذاك كل واحد صراحه شنو كيسميها. كاين اللي كيقولها الكراطه، كاين اللي كيقولها ما عرفتش زعما، حيت كتكرطي لا مازال عندك شي حاجه في هكا كتهبطي بها كلشي ما كتضيع حتى حاجه. كل واحد شنو كيقول ليها. المهم انا كنطيب بها هكا الرغايف كتعجبني. وها نتوما خوتي بقاو معنا حتى نساليو الرغيفات ديالنا ونوجدوهم وبصحتكم وراحتكم، واللي كتوحم تسمح ليا هذا ما كان. ها نتوما خوتي الرغايف ديالنا وجدوا كيجيو غزالين ما شاء الله مفشفشين. ما تبخلوش اخوتي عليا بالكومونتيرات ديالكم، الله يسهل عليكم.
وأي حاجة زوينة عندكم. وهنايا كيتسالى الفيديو ديالنا، وكنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. بسلامة.